مدرسة الأبطال حلقات هنتعرف فيها على شخصيات كتب بيهم ربنا أعظم تاريخ في قصة الفداء العظيم. هنقف قدام محطات مهمة في حياتهم علشان نتعلم منهم ونتغير ونغير تاريخ. لنا سحابة من الشهود مقدار هذه محيطة بنا، والنحاضر بالصبر في الجهاد الموضوعي أمامنا. لنا سحابة من الشهود مقدار هذه محيطة بنا، والنحاضر بالصبر في الجهاد الموضوعي أمامنا. وماذا أقول أيضاً؟ لأنه يعوزني الوقت إن أخبرت عن الأنبياء. حسقيال يعني الله يقوي، وده كان محور نبواته. اتسبى مع شعبه نتيجة الشر والخطية والإثم اللي كانوا عايشين فيه. كان زي اللي ساكن وسط العقارب برغم الشر اللي حواليه، لكن ربنا متع حسقيال بسماوات مفتوحة وعيون قدرت تشوف رؤى ربنا في أوقات الضلمة الشديدة، وإيد ربنا كانت عليه طول الوقت. نشوف حسقيال لما أكل الكلمة وكانت جزء من كيانه في حياة أمينة ونقية وصادقة وقوية. كانت الكلمة زي العسل في حلاوتها، ومرة في دينونتها، وقاسية في نتائجها. كانت دعوة حسقيال بين الأبناء القاسيين والقلوب المليانة بالعناد، وربنا قال له: قد جعلت جبهتك كالماس أصلب من الصوان، فلا تخافهم ولا ترتعب من وجوههم لأنهم بيت متمرد. ربنا دعا حسقيال رقيب للشعوب، يعني يراقب الخطر من على السور العالي ويحذرهم منه. حذرهم من السقوط، لكن الشعب رفض يسمع، فغرقوا في ظلام اليأس وليل الحزن اللي ملوش آخر. أكد حسقيال إن كل واحد هيتحمل عقوبة أفعاله بنفسه. رسالة حسقيال مقسومة لقسمين. الأولى زي الصوت للتنبيه والتحذير، كان البوق اللي الله بعته علشان يقول كلمات البشارة والتوبة والإنذار للرجوع عن الشر، ونادى بقلب جديد وروح جديدة. شال حسقيال صليبه ومشي في طريق الأشواك والأحجار والوحوش، وكان قلبه زي الراعي بيشيل التعبان واليائس والمعذب. اتحد بآلام وعذاب شعبه وقلبه معصور من الألم، وكان وسطيهم زي الجندي بيعيش باستقامة قلب كل أيام حياته. والرسالة التانية مليانة بالرجاء والأمل. للأسف الشعب كان بيسمع بودانه بس، أما قلبه فكان مشغول يجمع خير بابل. لكن مراحم الرب مش بتسيب حتى الشرير، وبيبعت ليه رسائل زي شعاع النور بعد فترة من الضلمة. فكانت رسالة حسقيال زي المنارة اللي محطوطة على جبل عالي. في مشهد العظام اليابسة جدا والكتيرة جدا، الرب سأل حسقيال: أتحيا هذه العظام؟ رد وقال: أنت تعلم. فقال لي: تنبأ على هذه العظام. فتنبأت كما أمرني، فدخل فيهم الروح فحيوا وقاموا على أقدامهم جيش عظيم جدا جدا. أما عن مستويات العمق في النهر للكعبين والركبتين والحقوين، بيشرح إن المؤمن اللي على الشط بيعتمد على مشيئته، لكن اللي دخل للأعماق متشال على الأذرع الأبدية، فيدخل لنهر سباحة لا يعبر. لما تكون في علاقة حميمة مع ربنا ما تستغربش لما يقودك، تتكلم مرة بالتحذير ومرات بالتشجيع، أو يبعتك وسط أوضاع هي عبارة عن عظام يابسة، وبقوة الروح القدس الساكن في هيكلك هتتغير قلوب وهيقوم أموات من خطاياهم. لأني أنا الرب إلهك الممسك بيمينك والقائل لك: لا تخف أنا أعينك، لا تخف أنا أعينك. لأني أنا الرب
يمسك بيمينك والقائل لك لا تخف أنا أعينك، لا تخف أنا أعينك.